أهلا البنات كدايرين لاباس عليكم. كنتمنى يا ربي أن هذا الفيديو يلقاكم دائما في أحسن الأحوال. كدايرة أموركم، كدايرة أحوالكم، كدايرين مع هذا البرد، كدايرين مع هذا الجو؟ الحمد لله على كل حال. قبل ما نبداو الفيديو البنات ندوزو نصليو على سيد الخلق، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات غادي نشارككم إن شاء الله الغديوة ديالي. بصراحة غديوة بالنسبة للوليدات وطويجين ديال السمك، صراحة غديوة كتجي من ألذ ما يكون، وصراحة واحد الطريقة زوينة بزاف. هاكا تقدروا تحضروا بها الغديوة للوليدات. اول حاجه البنات غادي ناخذ مولينيكس كما كتشوفوا. عندي هنايا بصله اللي مقطعاها على 4 ديال الاجزاء غير باش نسهلوا عمليه الطحن. بالنسبه للتوابل عندي هنايا سكينجبير، شويه ديال الملح، الابزار والخرقوم، وشويه ديال الاعشاب منسمه فيها ازير وشويه ديال الزعتر المهم اي اعشاب منسمه عندكم البنات يمكن لكم تضيفوها، الا ما عندكمش يمكن لكم تستغنوا عليها. عندكم غير زعيطره هكا ضيفوها. عندي هنا البنات دجاج مقطع على هاد الشكل على شكل مكعبات. الصدر ديال الدجاج يكون ناشف ومنقي. عندي هنايا ربطه ديال المعدنوس، وعندي 3 ضروس ديال الثومه، 3 الفصوص ديال الثومه. صافي عندي هنايا بطاطا هذيك حتى الاخر عاد غادي نضيفها. غادي ندور مولينكس مزيان بهادشي حيت المولينكس كما كتشوفوا طحانه صغيره، ما غاديش تهز ليا المكونات. غادي نطحن غير الطحنه الاولى حتى يهبط داكشي، وغادي نضيف الزيت. وهنا البنات كنضيف بطاطا، عندي هنا 2 ديال البطاطات يكونوا من حجم متوسطين. صافي هنايا غادي نطحنهم مزيان كما تشوفوا. مني قلبت الخليط لقيته هكا سايح شويه، عاودت زدت عليه 2 ديال المعالق ديال النشا مايزينا. صافي البنات والخليط ديالنا هو واجد. غناخدو شي مول هكا، عندكم شي مول كبير بغيتو ديروا فيه بغيتو ديروا غير مول واحد ديروه، بغيتو ديروا دي مولات فرديين بحال هكا كيف ما درت انا، كل وليد تعطوه هكا الطبسيل ديالو بوحدو. كيجيو هكا صراحة كيجيو عمليين وكيجيو ساهلين. بالنسبة ليهم البنات كما كتشوفوا دهنتهم بالزيت ورشيت عليهم هكا الخبز المحمص لا شابلور. صافي وغادي ندوز نعمرهم بهاد الحشوة اللي كتكون من البطاطا والدجاج كما كتشوفوا. بالنسبة لهاد الغديوة البنات كتجي صراحة أكثر من رائعة، كتجي زوينة وساهلة وما كتاخدلكش الوقت بزاف، والوليدات الصغار صراحة كتعجبهم كيحماقوا عليها. تقدري هاك مثلا عوض ديري مايزينا ديري الخبز محمص وتشكليهم على شكل كريات وتقليهم في الزيت، يعني تجمعي الخليط كله بداك الخبز محمص مزيان وتيولوا عندك على شكل كريات وتقليهم في الزيت وتريهم هكا في شي بانينو ديال الهامبرغر ولا شي حاجه. صراحه يعني عطا الله ما يدار، خاصنا غير هكا تكون عندنا اتساع خاطر ونصايبو. هنا البنات كما كتشوفوا خديت الفرماج هكا ديال الموتزاريلا، هكا حكيتو غادي نديروه من الفوق. 3 درتيهم فرماج و3 خليتهم هكاك. المهم غادي نحطهم جانبا. غادي هنايا نصايب البطاطا اللي غادي نرافقها معاهم. كما كتشوفوا الغزالات عندي هاد البطاطا قطعاها على شكل طولي بحال هكا. منشفاها مزيان من الماء، ضروري البنات تنشفوها. غادي نضيف ليها هنايا الزيت هكا العاديه ديال الطبخ، تقريبا شي 3 ديال المعالق يكونوا عامرين مزيان. وبالنسبة للتوابل عندي هنايا أعشاب منسمة، عندي شوية ديال الخرقوم، إبزار والتحميرة أو البابريكا، وعندي هنايا قزبر حبوب. إلا ما كانش يعجبكم النسمة ديال القزبر حبوب في البطاطا ما ديروش، يمكن لكم تستغناو عليه. صافي البنات كما كتشوفوا غادي نخدم البطاطا مزيان نخلطها مع هاد التوابل حتى يعني البطاطا يعني تدخل هذيك التوابل مزيان، يعني ما تبقى حتى شي حبة ناشفة. صافي غادي ناخد اللاطه اللي غادي ندخلها الفران، غندير لها هاد الورق الطبخ صراحه كيحمي لكم اللاطات. صافي غادي ندخلها الفران، غنديرهم في النص، غادي نشعل عليهم من التحت ومن الفوق تقريبا 200 درجه، وغادي نخليهم يطيبوا. وهنايا الغزالات غادي ندوزو نحضروا الحشوه، لاصوص اللي غادي نشرملو به الحوت. كما كتشوفوا درت هنايا ربطه صغيره ديال المعدنوس، عندي هنايا حامض مصير وجوج فصوص ديال الثوم. غادي نضيف لهم تقريبا شي 2 ديال المعالق ديال الزيت ديال الطبخ. دائما البنات بالنسبه للشرموله ديال الحوت ولا الشرموله ديال الدجاج ولا دائما حطوها قبل على اتساع، ومن الاحسن الا طحنتوها كتجي صراحه يعني الدجاج ولا الحوت ولا كلشي بصفه عامه كيجي شارب توابل. بالنسبه للتوابل عندي هنا شويه ديال الخرقوم، شويه ديال التحميره، شويه ديال الاعشاب منسمه،
وشوية ديال الملح، صافي هادو هما المكونات وسكينجبيرة البنات. غادي نضيف لها تقريبا شي 3 ديال المعالق ديال مطيشة، مطيشة هاكا مطحونة ديال الحك، صافي. وغادي ندور عليهم مولينيكس مزيان البنات كما كتشوفوا. بغيتو تضيفوا العصير ديال الحامض تعصروه وضيفوه، المهم انا درت المصير. وحتى الاخير ان شاء الله اللي غادي نزيد الحامض الطاجين. صافي هنا الغزالات كما كتشوفوا غادي ناخد هكا الطبسيل اللي غادي نشرمل فيه الحوتات. بالنسبه للشرموله كتجي عاقده وزوينه البنات، ويمكن لكم تشرملوا الحوت ديالكم وترقدوه وتخلوه حتى يشرب ديك التوابل. من بعد عاد هذيك الساعه تدخلوه للفران اولا ديروه في طاجين اولا تبخروه، يعني كيف ما عجبكم. بالنسبة للحوت عندي هنا هاد السمك ديال الأوراسي ديجا منقياه ومنشفاه وغاسلاه. عرفتو كيكون فيه واحد الشوك الا ما رديتوش مع البال صراحة كيدوز في اليدين. صافي البنات غندير فيه هاد الفلحات في الوسط وفي الفوق ديال الحوتة كما تشوفوا، باش التوابل يدخلوا ليا مزيان وتشرب لينا ديك العطرية كلها باش يجيو بنانين. غادي نشرملهم مزيان، غادي نحاول ندخل العطرية في هذوك الفلحات اللي درت الثقوب الفوق كما كتشوفوا. صراحة الطريقة كتجي زوينة بالنسبة للطاجين ديال الحوت وكيبقى صحي صحي البنات مليون بالمئة. يعني عوض ما نديرو اللحم ولا نديرو الدجاج مرة هكا نحاولو ندخلو الحوت في الأكل ديالنا. صافي هنا البنات كما كتشوفوا غادي ناخد طاجين فرشت فيه البصلة هكا دوائر، غادي نضيف ليه حتى البطاطا حتى هي دوائر. بالنسبة للبصلة والبطاطا قطعتهم رقاقين لان راكم عارفين الحوت ما كياخدش مدة طويلة في الطياب دغيا كين كيطيب. داكشي علاش حاولت ان الخضرة نقطعها رقيقة باش حتى هي تجيني في القياس مع الطياب ديال الحوت. بالنسبة للشرموله شاطت ليا كما كتشوفوا درتها طبقة من فوق البطاطا اللي غادي ندوز نضيف الحوتات ديالنا. غادي نديرهم مخالفين كما كتشوفوا على هذا الشكل. في بلاصه الاورات يمكن لكم ديروا السلمون، يمكن لكم ديروا الميرلوتزو، بزاف ديال الكالامار، بزاف البنات يمكن لكم يعني كاع اسماك انواع الاسماك تقدروا ديروهم. هنا كما كتشوفوا قطعت فليفله دوائر درتها هكا من الفوق، وما تبقى من الشرموله هكا ضفتو على الطاجين من الفوق. غادي نخلي الطاجين ديالنا يطيب كي درت هنايا الحامضه. هنايا الغزالات كما كتشوفوا الطاجين ها هو سار غادي كيطيب. باش مرقت شديت الطحانه اللي طحنت فيها درت فيها نص كاس ديال الماء ديال العنبه، ويعني حركتها مزيان وداك لاصوص اللي بقى لي في الطحانه يعني عاودت مرقت به. صافي هنا الغزالات حضرت شليضه ديال الخس والخيار ومطيشه. والغديوه ديالنا صراحه كانت بسيطه وبنينه وصحيه، وبصراحة ما غاديش نشكرها لكم مع النتيجة غادي تشوفوها ان شاء الله بعينيكم. الغديوة ديال الوليدات ها هي وجدات كما كتشوفوا. اما البطيطه يا سلام البنات ما غاديش نشكرها لكم، عاد وجات مقرمشه ومحمره وفيها داك النسمه ديال الازير وديال الزعيطره. يا سلام ما غاديش نشكرها لكم اكثر من هكا، غير جربوها البنات كتجي اكثر من رائعه. اما بالنسبه لهاد الليمون ديالنا كما كتشوفوا، بالنسبه لهاد الخليط ديال البطاطا والدجاج كما كتشوفوا صراحه جا بنين بنين بزاف. يعني تقدروا تصايبوا بانينوات صغيورين هكا في الدار وتعمروهم بهاد الحشوه، بهاد الخلطه ديال الدجاج والبطاطا. يعني بحال اللي كيش هكا كيجيو صغيورين وزوينين البنات. تقدروا تزيدوهم هكا المايونيز، تزيدوهم الكاتشوب، ديروهم هكا بطاطا على هاد الشكل كيف ما درت انا، اولا ديروا بطاطا فريت ديرهم هكا ميراندا لوليداتكم يدوهم المدرسه بانينو هكا الخدمه. المهم كيجيو زوينين وصحيين. والطاجين ديالنا يا الغزالات كما كتشوفوا بعد ما طاب يا سلام على واحد روائح طالعه. كنتمنى الغزالات انني نكون فدتكم في هذا الفيديو وانكم تكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه. وطبعا الى عجبكم الفيديو ديال هذا النهار ما تبخلوش على خوتكم بلي لايك للفيديو واشتراك في القناه والبارطاج الى عجباتكم القناه وعجبكم المحتوى ديالها. وهنا الغزالات غادي نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.